أعزائي مشاهدي متابعي قناة أصل الحكاية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معايا أخبار مهمة جدا وخطيرة طالعة منين؟ طالعة من الاقتصاد المصري، خصوصا إن الدولار مش موجود في البلد، وخصوصا إن إحنا لسه حاصلين على قرض من صندوق النقد الدولي اللي كان اشتراطاته مجهدة جدا للحكومة المصرية. شروطه إن الحكومة المصرية تشيل إيديها من دعم الجنيه، وان الجنيه يكون قصاد الدولار على حسب الطلب والعرض، يعني يشوف الجنيه كل يوم في حاله. وطبعا ده ما حصلش لان الحكومه المصريه وقفت الجنيه عند 24 قصاد الدولار في البنوك. والاخطر والاغرب من كده كمان، يعني الدولار مش موجود حاليا في السوق، خصوصا ان انت حصلت على قرض 9 مليار دولار، اخدت منهم دفعه اوليه 3 مليار دولار، ومع ذلك الدولار مش موجود في البلد. والاغرب من كده كمان لما تيجي تبص على اسعار الذهب هتلاقيها في حاله ارتفاع جنوني. فاكيد حضرتك بتستغرب جدا من اللي بيحصل ده، غير ان الحكومه المصريه قالت انها هتفرج عن البضائع اللي موجوده في الجمارك خلال شهرين، وطبعا ده ما حصلش. فانت اكيد ايضا بتستغرب من اللي بيحصل بالظبط، خصوصا ان احنا لسه حاصلين على قرض واخدين 3 مليار دولار. فاكيد انت بتستغرب وايه اللي بيحصل بالظبط. انا هقول لحضرتك ايه اللي بيحصل بالظبط النهارده في حلقه النهارده. هكشف لك تفاصيل وخفايا دقيقه جدا في الاقتصاد المصري، وعشان اكشفها لك لازم اجيب لك اصل الحكايه من بدايتها. الحقيقه انا حابب اتكلم معاكم في موقف فكاهي حصل في دمياط امبارح. كان في فرح في دمياط، والفرع ده الراجل ده ابو العروسه كان جزار هو في دمياط. يعني عايز اقول لك ان ده ترند مصر الفتره دي، او الترند عندنا. والراجل طلع وبارك للعروسه، وبعد ما بارك لها قال ام العروسه انت طالق بالثلاثه. فالست طبعا في حاله استغراب، ده مصريين؟ ده احنا كمصريين زي حضرتك بالظبط كده مع شوف معايا. ألف مبروك للعريس والعروسة. إن بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة وتروح من القاعة لبيت أهلها. اللي بيحصل بالظبط في الاقتصاد المصري، حضرتك لو جينا بصينا على الاقتصاد المصري هنلاقي ان مصر اخذت قرض من صندوق النقد الدولي ب9 مليار دولار. اخذنا منهم اول دفعه 3 مليار دولار. طلعت بعض الصحف والجرايد ووكالات الانباء زي اشهرهم رويترز طلعت واتكلمت وقالت ان مصر اول ما تحصل على القرض بتاع صندوق النقد الدولي هتوقف الشروط بتاعته. وطبعا القرض ده انا عايز اقول لحضرتك ان شروطه كانت مجحده جدا على الحكومه المصريه وعلى الاقتصاد المصري، خصوصا ان الحكومه تشيل ايديها من دعم الجنيه، تطلع شركات الجيش بره الليله، تشيل ايديها نهائيا في اي حاجه فيها جنيه ودولار. ويعني بمعنى صح بيركب الحكومه على جنب وسيب الجنيه والدولار الاثنين يتعاملوا زي ما يرسى الدولار والجنيه، بحيث ان الجنيه والدولار يستووا بمستوى معين، فبالتالي نقضي على السوق السوداء. وبالتالي برضو كانت من ضمن شروطه الافراج عن البضائع اللي موجوده في الجمارك، وايضا ان الجنيه يوازي الدولار وما يبقاش في فروقات اللي احنا بنشوفها النهارده، ان الجنيه في البنك ب 24 وبره بيتعاملوا على 28 و30. فان هو يقضي يعني بمعنى اصح نقضي على السوق السوداء. الجنيه اول ما يوصل للمرحله دي ان هو هيقضي من نفسه يعني على السوق السوداء. الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك فعلا مصر اول ما حصلت فعلا على القرض حصلت عمليه التعويم. الجنيه بعد ما كان 19 و25 او 30 وصل ل 24. فطبعا انا عايز اقول لحضرتك ان الجنيه اتهبد هبده غير طبيعيه. فده كان ليه اضراره على مصر. الاسعار ارتفعت قفزه خياليه، قفزه غير طبيعيه. فالحكومه المصريه علشان الجنيه ما ينزلش اكتر من كده قصاد الدولار سندت الجنيه تاني. طب ده الحكومه عملت كده ليه؟ لان حضرتك خلينا احنا نتعامل النهارده على ان الدولار ب 24. خليك بقى تعامل مثلا على الدولار يوصل 28 30، الاسعار هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى النهارده 3 اضعافها، بعد كده هتبقى 6 اضعاف.
فالحكومه متخوفه من حركه زي دي انها تحصل، فعملت ايه؟ فسندت الجنيه. ولو بصيت حضرتك هتلاقي ان سعر الجنيه اساسا ثابت قصاد الدولار. اول مره اترفع 24 هو خلاص ثابت 24، ما بيترفعش ولا بينزل النزال اللي هو في دماغنا، ولا بيرفع الارتفاع اللي هو في دماغ حضرتك. فده معناه ان الحكومه سندته. لو جيت بصيت قبل كده هتلاقيه كان واقف عند 19 وربع، حاجات بسيطه اللي هي الارتفاعات. فبالتالي ده معناه ان الحكومه سندت الجنيه. وزي ما قلت لحضرتك وبكررها تاني، الحكومه عملت كده علشان ما يحصلش تضخم في الاسعار، الاسعار ما ترتفعش بشكل جنوني زي ما حضرتك شفت. بس من 19 ل 24 حصلت قفزه قد ايه في الاسعار، يعني كل حاجه ولعت. محل بقى لو وصل ل 28 30. فالحكومه فعلا ما التزمتش بالشروط زي صندوق النقد الدولي ما كان عامل. طيب ايه الدليل بقى على كلامي؟ الدليل ان في البنوك السعر 24، بره السعر 26 و 28. فاحنا بنتكلم ان في فرق هنا ما بين السعر في البنك وما بين السعر الخارجي. انا عايز اقول لحضرتك، هفجر لك مفاجاه، ان رويترز بتقول ان الناس في مصر والمؤسسات في مصر بتتعامل على ان الدولار 28. طيب فيها ايه بقى لو الدولار مثلا يعني سوى 28؟ لا، في كارثه، في مشكله. مشكله ايه؟ مشكله ان الاسعار هترتفع بشكل جنوني. بمعنى انت جربت، الحكومه جربت ان السعر من 19 25 ل 24 حصل ايه؟ حصلت طفره هائله في الاسعار. فالحكومه سندت الجنيه، لانها لو ما سندتش الجنيه كنت هتلاقي دلوقتي الاسعار 5 اضعافها 6 اضعافها. فالعمليه كانت هتبقى صعبه. اساسا المواطن المصري احنا بنعاني من غلاء، فتخيل لو وصل مثلا 28. فكان لازم الحكومه انها تتدخل وتسند. طب لو ما كانش حصل السندات بتاع الحكومه دي، كانت الشركات هتعلي الاسعار وهترتفع ارتفاع جنوني. فبالتالي المواطن هيحس ان هو بينضحك عليه اساسا، لان الاسعار 5 اضعافها. فبالتالي كانت الحكومه لازم انها تتدخل بشكل مباشر، وانها توقف الدولار عند انها تدعم الجنيه وتوقف الدولار عند ال 24 عند حد معين بمعنى اصح. فكان لازم ان الحكومه المصريه تتدخل عشان تمنع كارثه كبيره جدا. فهتسالني دلوقتي سؤال مهم، هتقول لي الذهب بره بينزل وعندنا بيرتفع بطريقه جنونيه. ايه اللي بيحصل ده؟ ده عيار 21 سجل 1400، مش بيتكلموا في 24. اقول لحضرتك لنفس الاسباب اللي انا ذكرتها لك قبل كده. الذهب عندنا في مصر بيختلف تماما عكس الاسواق العالميه. يعني احنا عندنا الذهب مرتبط بالعملات. فالناس اللي بتتعامل في الذهب عارفين ان سعر الدولار خارجي المفروض يتعامل على 26 27 مش 24. فهم بيتعاملوا على السعر ده، فمعليين اسعار الذهب. خصوصا ان السوق المصري فيه ركود، ومعروف في السوق المصري ان امل استثمار بيكون في الذهب. فبالتالي الاقبال على شراء الذهب كتير جدا. فهو ده اللي عامل القفزه الخياليه والارقام القياسيه اللي بيحققها الذهب كل يوم. بالمناسبه انا عاوز اقول لحضرتك ان الذهب كمان مستقبلا هينزل. يعني الذهب قدام هينزل، مش هيفضل بالاسعار اللي انت شايفها دي. خد بالك ان ما عادش حد دلوقتي في مصر بيستثمر في حاجه. يعني ايه؟ مصر حاليا في حاله ركود، فالناس شايفه ان امن سلعه قدام منها الذهب، هو امل حاجه ان هي نستثمر فيها. فاحنا قدام ازمه جديده. ما دام الدولار مش موجود، فالدوله اساسا مش هتعرف انها تلتزم بتعهداتها عن الافراج عن البضائع اللي موجوده في الميناء، لان هنرجع لنفس المشكله تاني، مفيش دولار. فمثلا الاعلاف بتاعت الفراخ اللي كان بيتم الافراج عنها، ما احنا شايفين الافراج عنها بيتم بجزء ضئيل. يعني مثلا لو السوق محتاج 200 طن، السوق مثلا محتاج 500 طن، انت بتفرج عن 200 طن، فده ما بيفيش باحتياجات السوق. فبالتالي بتلاقي ان في الاسعار عاليه.
فبيمثل طبعا مشكلة في السوق، لأن سعر الدولار عالي، وسعر الدولار في البنوك مش زي السعر الخارجي، وده اللي عامل مشكلة. الدليل ان التجار والمستوردين مش عارفين يستوردوا، لان مش لاقيين دولار اساسا في البلد. هتيجي تقول انت بتحبطنا وانت بتوصل لينا حاجات سلبية، احنا عايزين حاجات ايجابية. انا عايز اقول لحضرتك خليك دايما، انا بطلعك على الواقع في اي قضية انا بفتحها مع حضرتك. انا دايما بطلعك على الواقع، ما بحبش ان انا اجيب لك اخبار او احلل لك اوضاع مزيفة اخترعها من دماغي. انا بديك ارض الواقع بتقول ايه، الاقتصاد المصري النهاردة فيه ايه الجديد قدام مني. اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، طول ما الحرب الروسية الاوكرانية دي شغالة، طول الاقتصاد المصري ما فيه مشاكل. واي اقتصاد في العالم من الدول اللي زي حالتنا هتلاقي فيها مشاكل، لان الحرب دي مش مؤثره بس علينا، مؤثره على العالم كله. فمش صعب جدا ان احنا نشوف معدلات نمو الاقتصاد المصري زي اللي احنا كنا بنشوفها قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه. فالاقتصاد المصري عشان ينصلح مش هتصلح الا اذا الحرب دي تم انهائها. ما عادش في حرب تاني ما بين روسيا واوكرانيا، الحرب دي انتهت نهائيا. هل انت هتسالني دلوقتي سؤال مهم، هل ان وضعنا الاقتصادي في خطر؟ لا، ما احناش في خطر. خد بقى الاجابه، وضعك الاقتصادي مش في خطر، خصوصا بعد القرض ده. الخطر بس عليك في عمليه دفع القروض دي، ده الخطر الوحيد. اما انت ما تنساش ان انت دوله ليك مميزات عن اي دوله، الدعم الخليجي. ما تنساش ايضا ان السياحه الفتره دي بسم الله ما شاء الله بقت عندنا حاجه تفوق الخيال. يعني بقى عندنا ايرادات من السياحه غير عاديه. ما تنساش ايرادات قناه السويس، ما تنساش تحويلات المصريين في الخارج. فكل ده بيدعم عندك في الدولار، في الجنيه قصاد الدولار. فاحنا لما بنتكلم على الاقتصاد المصري، والله انا ما بقصد ان انا اديك اخبار محبطه. انا زي ما بديك الاخبار وبين لك الحقيقه، بحاول ايضا ان انا اذكر لك الجانب المشرق والايجابي للاقتصاد المصري. انا عايز اقول لحضرتك ان انت كمصر ما انتش في خطر. الاقتصاد بتاعك الى حد ما جيد، بس هي مشكله الحرب الروسيه الاوكرانيه مؤثره على الاقتصاد عندنا. المشرق ايضا في الموضوع، الجانب المشرق ان اسعار البترول عالميا بتنخفض. يعني البرميل بقينا بنتكلم في 82 دولار، ما بنتكلمش في 95 و99 دولار و100 دولار، لان الصين المستورد الاول للنفط في العالم، وهي عندها اساسا كورونا. فكورونا مأثرة بشكل غير طبيعي على الصين. عايز اقول لك الصين بتتجه الى زيرو كورونا، يعني بتعمل حجر على اي منطقة فيها كورونا، بتقفلها نهائيا. وفي مظاهرات في الصين بسبب كده، لان الصين بتقفل. فده طبعا مخلي اسعار البترول منخفضة تماما. الجانب المشرق ايضا الاتفاقيات اللي ما بين روسيا واوكرانيا في عمليه الشحنات بتاعه القمح، ودي طبعا مصر استغلت الموضوع ده، وشفنا قبل كده القمح اللي جانا من اوكرانيا. ايضا الجانب المشرق ايضا ان البنك الفدرالي الامريكي مش هيرفع الفايده زي الكل ما هو متوقع. هتقول لي ليه؟ اقول لحضرتك ان التضخم في امريكا نزل، فهو مش محتاج اساسا ان هو يرفع الفايده بشكل مبالغ فيه عشان يحارب التضخم. هو اساسا عشان يحارب التضخم بيرفع الفايده، فهو مش محتاج ان هو يرفع الفايده سعر عالي عشان خاطر ان هو يحارب التضخم، لان التضخم قل في امريكا. ايضا الجانب المشرق ان السياحه عندنا في مصر بدات تزدهر. يعني نجلة دونالد ترامب كانت هنا هي وزوجها واولادها، يعني والسياحه في مصر، السياح لما بيتكلموا عن السياحه في مصر يعني جانب مشرق جدا للسياحه في مصر، وان السياحه في مصر شغاله كويس جدا سواء كان في الغردقه او في شرم الشيخ او الى ذلك. فالسياحه عندنا ماشي، بالاضافه الى تحويلات المصريين في الخارج، ايضا بالاضافه الى الغاز اللي احنا بدانا بنصدره، بالاضافه الى ايرادات قناه السويس. فاحنا بنتكلم ان في جوانب مشرقه، لكن في ازمه في الاقتصاد المصري وفي مشاكل، ان شاء الله يعني هتعدي على خير وهتبقى تمام. والاقتصاد المصري مر بعثرات كتيره جدا وقدر ان هو ينجو منها بالسياسات الحكيمه للحكومه المصريه، لان الحكومه المصريه واعيه ومدركه تماما
قيمة الاقتصاد المصري وتأثير الاقتصاد المصري والمواطن المصري ومعاناة المواطن المصري، وعندها حلول بديلة. يعني احنا بنشوفنا حلول بديلة كتيرة جدا. شفنا الدعم الخارجي، لا، وانسب حاجة في الوقت الحالي اللي هي هتخرج مصر من الأزمة الاقتصادية بتاعتها اللي احنا فيها حاليا هو الدعم الخليجي. احنا محتاجين دعم خليجي الفترة الجاية، وده احنا قادرين ان احنا نوصل له بسهولة جدا بالاتفاقيات والعلاقات اللي تمت. وصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة عظيمة جدا في توطيد العلاقات ما بيننا وبين دول الخليج. عايز اقول لحضرتك احنا داخلين على جانب مشرق. الازمة هتعدي ان شاء الله، هتعدي، ويا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر. اتمنى ان حلقة النهارده تكون عجبت حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.